وصلنا إلى مدينة كالغاري. أتوقع أغلبيتكم ما تعرفون عليها غير بس الثلوج، بس هذا الشيء غلط. كالغاري هي واحدة من أكثر المدن السياحية اللي موجودة في كندا، وبما أنه جينا على مود نقدم على فيزا مثل ما شفتوا بالفيديو السابق، فعندي أقل من 24 ساعة راح أشوفكم بيها المدينة. قبل ما نبلش اشتركوا بالقناة، يلا. خلصنا الفيزا، قدمت الفيزا وما أعرف إذا طلعت أو لا، لأن المفروض قالت لي انتظر. ما أعرف إذا أكو سكيورتي تشيك، فقالت لي إحنا نرد لك خبر. فلحد هسه بصراحة ما أعرف إذا هي طلعت أو لا، ننتظر لحد ما هم يردوا لنا خبر. فبما أنه أنا باكر راجع، فقررت إنه آخذكم على واحد من أحلى الأماكن اللي موجودة بكالغاري، اللي هي يمكن صنفت واحدة من أحلى الأماكن الموجودة بالعالم، واللي هي مدينة بانف، واللي مشهورة بطبيعتها ولون بحيراتها العجيب. وأكثر مدينة ممكن تشوفها بالعالم بيها الار في، اللي هي هذه السيارات اللي تجي بيها بيوت، ويعني من الداخل هيك تكون بيها غرفة وبيها حمامات. الار في هذول أكثر، يعني بأكثر مدينة شفتها يمكن بحياتي هنا بكالغاري. بس شوفوا كم وحدة. طبعا حلم حياتي تكون عندي هيك وحده مثل هذه بالمستقبل، افر بيها العالم، هيك اسافر بيها بكل مكان، تكون عندي وحده مثل هاي. بس ان شاء الله بالمستقبل راح اقدر اجيب وحده، قول ان شاء الله. يعني هنا بصراحه يعشقوها، كلش يحبوها. على فكره ترى مو رخاص. المرسيدس تقريبا يتراوح سعرها بين ال100 وال 150 الف دولار، هاي البيسك اتوقع، فغاليات مو رخيصه. يعني اول شيء تسويه لما توصل البنك تجي على وين؟ تجي على الداون تاون. طراز مال المدينه كلها تحسوها قديمه كلش، فبحيث من تسمعون على المباني اللي موجوده تحسوها كانها مع باك هيك بالخمسينات. هذا شيء كلش حلو. شوفوا حتى هنا ستاربكس، شوف شلون مسوي كانه ما هيك على باك بيت قديم، فخلينا نقول هيك حتى بالخمسينات. وانتم متخيلين انه اليوم يوم عادي مو ويكند؟ وكميه الازدحام بشكل مو طبيعي، وهاي يوم عادي، يعني لاكو عطله لاكو شيء. ما متعود على شيء بكندا. ومثل ما تعرفون انه اغلبية سكان المدينة كانوا من رعاة البقر، فتشوفون الاشياء اللي مسويها هذا المحل كامل، انا بس يعني يسوون الاغراض كلها من الجلود مال الحيوانات. فبس شوفوا الاشياء اللي عندهم ايش قد حلوة وبسيطة. اتوقع ريحة المكان وصلت لحد يمكم، ريحة الجلد هنا مو طبيعية. شوفوا حتى ذول اللي مسويهم كلهم من الجلود مال الحيوانات. ترى باعوا حتى اسعارهم كلش غالية، يعني هذه ب 149 دولار. هاي الجنطة يمكن اغلبيتكم ما راح تعجبكم، بس تخيلوا هذه ب 209 دولارات. فكل الاشياء اللي عندهم لانه جلد طبيعي كلش غالي. مستحيل لون المي اللي دا اشوفه. ومن بين الشجر قام يطلع هذا المبنى اللي موجود هناك، هذا هو فندق الفيرمونت. انبنى بسنة 1888، وبعدها بال 1918 حولوه إلى فندق، ومن حولوه أخذوه الفيرمونت وسووه فندق هنا. وتخيلوا الليلة الوحدة توصل بيه تقريبا إلى 1500 1700 دولار باليوم. وكل قصة رعب مشهورة علي، إذا تريدون أحكي لكم إياها في فيديو ثاني كتبوا لي بالكومنتات. يا جماعة ومكان الفندق عجيب، يعني هو أعلى شيء بالمنطقة. فتخيلوا أنتم البحيرة هاي كلها قدامكم وجواكم، وهو أعلى شيء يعني تقريبا على قمة الجبل جاي. ونركب السيارة ونروح على أحلى مكان بالنسبة إلي، واللي هو ليك لويس. أول شيء صارت كلش باردة، فإذا تجون هنا لازم تلبسون. يعني شوف ايش قد رحت أماكن حلوة، بس بصراحة ليك لويس يمكن أحلى مكان شايفه بحياتي. ما أعرف المكان بيه هيجي فد رهبة مو طبيعية، يعني مكان هيجي خيالي. يعني أقرب شيء شفته عليه يمكن كشمير، كانت إذا ما شايفين الفيديوهات القديمة مع كشمير روح شوفوها، كانت تقريبا قريبة هاي المناظر. بس لا مثل هذا اللي دا أشوفه هسه قدامي، لا مستحيل، يعني ما شايف يجي شيء قبل. وهنا جيت على مود نركب الكاياك وناخذ هذا الفيديو العظيم اللي كلكم شايفيه على الانستغرام. وتعالوا احكي لكم شنو صار وياي. كنت على اساس دا اركب وحدي، فرحت عليه قلت له اريد الشخص واحد، فطلع بسبب انه اليوم الهواء كلش عالي، الريح كلش عاليه، فقالت لي احنا ما يصير نقول لهم، يعني ما نقدر، اذا تريد انت اسال الموجودين. فاندريت شفت اللاين اب هذا الطويل، فقلت
عوفك من المستحى. قلت هسه مو وقت مستحى هذا المكان جاي ومره وبعد خلاص راح ارجع ما راح اجي مره ثانيه. فاندارات قلت لهم هاي I came all the way from Iraq. قلت لهم جيت يعني من العراق لهنا انا على مود داري. على مود داري انه اركب بهذا الكاياك. ودا تقول لي انه ما يصير اركب وحدي على مود انه اليوم الجو انه ريح يعني عاليه من يقدر يسوي شير وياي. فظلوا هيك كلها صافنين واحد يبغى على الاخر شيء. فاكو واحد وهو مرته كان يقول لي هي احنا وقعت عليه قلت انت بالذات وقعت عليه قلت له متاكد؟ كان يقول لي اني احنا ورتها راح ناخذ مال 3 ونقدر نسوي شير وتقسمت الفلوس همين علينا 3. كان كلكم تريدون تعرفون بيش. ب $155 تقريبا دفعت تقريبا 55 60 دولار. طلعت علينا 3 تقسمت وفوقها تخيلوا هم من كثر ما حبابين سالوني انت ايش قاعده تسوي شنو شو تشتغل وهاي. فقلت لهم انه انا اصور وهيك يعني انه اسافر واصور وهاي. فكل شيء حبوا الفكره فقالوا لي خلاص لا ما دام انت بدك تسافر وتصور فانت اقعد لي قدامي عشان ايش قد حبابين. شوفوهم دول هم. خفت اخذ الكاميرا وياي لانه قالوا لي هناك قالوا لي اليوم الهواء كلش عالي واحتمال تقريبا من 50 الى 70% احتمال تنقلبون. تدرون انه هنا المنطقة اكو بيها دببة. والله مو انه دا اتشاقى او دا اسوي هيك يعني اثارة هيك للفيديو او شيء. بس هنا المنطقة انه يحذرون من عندها انه بيها دببة هواية لانه هنا كلها عبارة عن غابة. فكلش طبيعي كل شيء يطلع لك. شوفوا هاي حاطين هنا تحذير بالشتاء مو صار هاي المنطقة كلها عبارة عن ثلج. فانه يقول لك اذا الثلج يعني وقع لا توقف. يعني الجبل كلش عالي عالي بطريقة مو طبيعية. فينزل هيك منك عاليك. فيقول لك اذا شفته دا يوقع لا توقف ظل اركض. لا لهنا انا وكافي. اتوقع هسه بعد صار لازم ارجع بقى اشوف ايش لقيت. شوفوا هذا جذع مال شجرة ومشلب بيه شعر بس الشعر مو مال حصان. الشعر مال ما اعرف. هذاكم يروح يطلع اكو سرق هنا ندوب. فخلي ارجع لانه اصلا هم الساعة ب7 المفروض انه بعد خلص هاي المنطقة انه يعني مثل اللي تنسيت باعوا. هاي هنا هذا يقول لك انه هنا الدبب موجودين كلش هواية. هذا يقول لك موجود هواية بهاي المنطقة زين. فدا يحذرون انه يعني دير بالكم مو مال واحد يظل مكمل فوق وحده. يعني هي شكل بزونة بس عندها قرون. ما اعرف هاي اول مرة اشوف هيك. شايفين هيك قبل؟ ما اعرف هالشي كلش غريب هذا. اول مرة اشوف هيك بزونة عندها قرون. يمكن اسمها اللينكس ما اعرف. شي غريب. خليكم ويا المنظر. وهيك خلصت رحلتنا السريعة إلى كالجاري وأتمنى يكون الفيديو عجبكم. ولا تنسون تسوون فولو ولايك واللايك كلش مهم على مود يرفع الصفحة. واللي ما ضايفني على الفيسبوك خليه يضيفني باقي 500 مشترك ونصير 20,000. باي باي.